الكومنتات كلها عندي قلبت ان شاكر جاب غساله العليا. كل واحد بيجيب اللي طبعا في الفتره دي اي حد بيتابع لايفات تيك توك هيعرف ان في مجموعه من الناس بقوا حرفيا مشاهير عليها بيدخلوا ملايين الجنيهات بدون بذل اي مجهود. وده بيخلينا نسال سؤال واحد بس: هي الناس دي دخل الفلوس ازاي وليه؟ وهل في حقيقي داعمين للناس دي من باب المحبه، ولا فعلا زي ما داير في الفتره دي حرفيا كلهم بداوا يفضحوا بعض ان الموضوع كله عباره عن غسيل ناس بتحاول؟ اول ما ابتديت لايف خالص في البدايات اصلا ما كانش يعني بينزل دعم نهائي، يعني كان قليل جدا، ما فيش. ركزوا في اللي بيقولوا لانه هيرجع دلوقتي يقول عكس الكلام مع نايف في البودكاست. لسه في البدايه. ركزوا، قال ما كانش داعم عندي اصلا. ناس مش عارفه مين ده، جت معايا قفلت معايا في دماغي ان انا احط الهدف 50 اسد. عمري ما انسى اليوم ده. وواحد اصلا عنده في اللايف 100 وحاطط في الهدف 50 اسد. وانا قاعد في يوم دخل واحد اسمه بص رمى 50 اسد في لايف واحد عنده 100، ورقم طبعا 50 اسد ده مش سهل. 50 ده عم ابراهيم مخاصي، مين فاكره؟ والله كانت ايام حلوه بتاعت ابراهيم مخاصي دي، يعني هو عمل كل حاجه عشان يتشهر وما عرفش. تاني يوم يعني مش مترجم، فكنت ناسي الهدف لسه 50 اسد. تاني يوم قام داخل رامي 50 اسد.